صباح الخير تونس، صباح الخير لكل التونسيين والتونسيات، صباح الخير لكل أحرار العالم. أحييكم في اليوم السادس من رحلة حنظلة وأطمئنكم أننا بخير. ما حدث ليلة أمس أن الاتصالات والإنترنت انقطعت بالكامل، ولاحظنا وجود طائرات بدون طيار تحوم فوقنا، ولذلك اتخذنا الأماكن استعدادا للمداهمة، وبعدها بقينا في حالة استنفار قصوى. وقد متواصل الانقطاع، عادت الانترنت والاتصال بعد حوالي ساعة ونصف أو ساعتين، ولكن كانت ضعيفة، لم نتمكن من الاتصال. نطمئنكم أحبتنا عائلتنا، ونحييكم على هبتكم كما نقول بالتونسية الفزعة. فزعة التونسي هي التي تدعمني وتدعم كل الطاقم. أحييكم وأشد على يديكم. يتزامن اليوم السادس مع 25 جويلية، مع ذكرى استشهاد الأخ والرفيق والصديق القائد، شهيدنا شهيد تونس والوطن العربي محمد البراهمي. نحييكم، نحيي كل التونسيين ونحن نستذكر هذه الذكرى الأليمة، ونحيي بشكل خاص عائلته. نحيي الأخت والصديقة مباركة عويني البراهمي وعدنان البراهمي وسارة وكل العائلة، ونشد على أيديهم ونقول لهم أننا كلنا عائلتكم. نستذكر البراهمي الذي كانت فلسطين تسكن قلبه، نستذكر ابتسامة البراهمي التي تشجعني وتدفعني إلى الأمام، ذلك القائد السياسي الشهم البطل الذي نستذكر خصاله، ويجب أن نسير على خطاه وأن نسير على دربه وعلى أفكاره وعلى انحيازه لفلسطين وللأمة العربية ولقضايا أمتنا، ولكن أيضا لمن هم تحت، للمسحوقين والمضطهدين. أحبتي إخوتي، نحن نواصل بثبات، نواصل في اتجاه غزة. نحن نسير في عرض البحر في المياه الدولية قبالة مصر، ولكن الوجهة غزة بثبات وبعزم. سنواصل على نفس الدرب. نطمئنكم، دعمكم المستمر سواء في لحظات الاتصال أو خاصة في لحظات فقدان الاتصال هو الأهم بالنسبة لنا. أحييكم. عاشت تونس، عاشت فلسطين حرة أبية. المجد والخلود لكل الشهداء. دمتم بألف خير. عاشت فلسطين، وسنواصل المعركة موحدين مهما كانت الاختلافات الجزئية. بوصلتنا فلسطين، فبوصلة لا تشير لفلسطين هي بوصلة مشبوهة. دمتم بألف خير.